فتحت تغريدة عينيها وهي بتصرخ الحقوني، وكانت مش عارفة تقوم من الخوف. الحقوني بسرعة، حرام عليكم. دخلولها الكل وقربت روز منها. مالك بس يا طنط؟ تعبان تعبان. روز مسكته بإيديها. انت خايفة من ده أليف خالص، وبعدين حد يخاف من نفسه؟ ما انت وهو واحد. انت ماسكاه كده ازاي؟ ابعديه عني خالص، انا خايفة. ده مش غريب، ما تخافيش، مش هيعملك حاجة. وراحت مشيته على جسمها. اوعي. وراحت صرخت هطلب لكم البوليس، انتوا مافيا مش ناس طبيعية. يلا يا تعبان، بخي سمك فيها وعلمها الأدب، اديها، اوعى تسكت لها خالص. وراحت سابته قدامها، وقف التغريد فوق السرير برعب وهي عمالة تتنطط من الخوف. لا لا، انا اسفة والله، شيليه، انا ما كانش قصدي خالص. ده ليدا، بالله عليكي خليها تشيله، انا مش هعمل اي حاجة والله. خلاص يا روز، خلي قلبك ابيض وشيليلها التعبان ده. لا خليه شوية يا دليدة، بلاش قلبك يكون حنين كده، وبعدين انت خايفة من حتة تعبان؟ ده انت طلعتي جبانة اهو. اه انا فعلا جبانة، بس ارجوكي شيلي التعبان ده، انا بخاف منهم قوي. راحت شالته. سلم على طنط الحية، قصدي طنط تغريد، سلمي عليه. ها ازاي يعني؟ اطلعوا بقى وسيبوني. شكلي هسيبه عليكي تاني، انت حرة بقى، بس المرة دي لو سبته معرفش ممكن يعمل ايه، مش مسؤولة عن اللي ممكن يعمله، انا ماليش دعوة. لا لا خلاص، كنت بهزر معاكي. ازيك يا تعبان؟ انت كويس مش كده؟ اهو سلمت عليه، حلو كده، بوسيه من بقه بقى. نعم. ده طيب قوي على فكرة، ما يغركيش شكله ده اطيب منك والله، ده اطيب من بهاء سلطان. لا شكرا، ما بحبش ابوس حد، عضها وبخ السم فيها، يلا ارجوكي كفاية بقى. خلاص ما تخافيش قوي كده، ده متشال منه السم، مش هيحصل لك حاجة، خايفة على نفسك ليه؟ ده حتى نفسك ملهاش لازمة، يلا بينا يا بنات. وخرجوا البنات وهم عمالين يضحكوا عليها، وهي جن جنونها اكتر ونزلت من على السرير. لا مش قادرة استحمل كل اللي بيحصل ده، وبدأت تكسر كل حاجة قدامها وهي زي المجنونة. هتتجنني يا ولية. تتخض وتلف وتتصدم لما لقيت نبض قاعدة فوق سريرها ومربعة وعمالة تاكل موز. تصدقي ان عصبيتك كانت مسلية ليا؟ كملي كملي، شكلك حلو قوي كده. انتوا ايه، قرود شياطين؟ تحبي تاخدي دروس عندنا ولا حاجة؟ لو حابة قولي، ما تتكسفيش، واحنا هنخليكي تتوبي عن المهنة خالص. اطلعي بره، بس سريرك طلع مريح قوي، محظوظة يا بنت الايه، خسارة في جدتك دي يا شيخة. بره، ما تزقيش ده. وراحت قامت نبض علشان تخرج، وهي ماشيه تغريد تتزحلق، لان نبض كانت رمت القشره الموز على الارض. وقعت تغريد على ظهرها وصرخت. مسكت نبض بطنها من كتر الضحك. مش قادره، بطني فصلت من الضحك، شكلك شبه برميل المخلل المقلوب. بصي انا احسن منك وهساعدك تقومي، علشان انت ولية عجوزه برضه محتاجه مساعده. وتمد ايديها ليها، بصت التغريد لايد نبض بخوف لا تغدر بيها. ما تخافيش، انا مش زيك، يمكن قبل ما اتجوز صقر لو مديتلك ايدي كنت غدرت بيكي عادي، لكن لما دخلت عيلة الحديدي اتعلمت يعني ايه لما حد يثق فينا نكون قد الثقة، وما ينفعش نغزله. في مبادئ كده ماشيين عليها في حياتنا، انت ما تعرفيش عنها حاجة. مسكت في ايديها وقومتها وراحت، بعدين لما قامت سابت ايديها. اظن كده قد الثقة. وخرجت نبض من عندها وقعدت تغريد على السرير وهي ماسكة ظهرها ومش قادرة. ظهري يا نيرة. نيرة دخلت لها. نعم يا خالته، تعالي دعكيلي ظهري، مش قادرة. قربت منها وبدأت تعملها وهي عمالة تتقلب. ياللي تتشكي في ايدك، بالراحة. في ايه وانا مالي؟ متعصبة عليا ليه؟ راحت زقت ايديها. اوعى ايدك جامدة، مش قادرة امشي. امشي من وشي. طب والله تستاهلي اللي بيتعمل فيكي، انا جيت جنبك اصلا. بقيتي في صفهم يا بنت اختي، ولا في صفهم ولا صفك. وخرجت من عندها وهي متعصبه منها، وتغريد كانت عماله تهري وتنكت في نفسها. وقامت وهي ماسكه ظهرها وكانت رايحه جايه. وخرجت بره لقيت الاطفال عمالين يلعبوا مع بعض ويجروا، وهما بيجروا كانوا هيوقعوا تغريد من غير قصد. راحت صرخت فيهم. كفايه. الاطفال خافوا وقربت اسيل. بتاعت زعقي لعيالنا؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ دول اطفال عملوا ايه؟ بيلعبوا. عيال مش متربية زي أهلهم بالظبط، هيطلعوا محترمين لمين يعني؟ والقدوة انتوا. لا من ناحية القدوة ما تخافيش، احنا قدها قوي، الدور والباقي عليك انتوا عملتوا ايه يا حبايبي؟ احكيلي يا نوح. مش عملنا حاجة يا مامي، بس واحنا بنجري ما كناش شايفين طنط وخبطنا فيها. طيب يا حبيبي، طبعا كده غلط، اعتذروا لطنط علشان ما ينفعش، يلا كلكم مع بعض. سوري يا طنط. شاطرين يا حبايبي، اطلعوا العبوا في الجنينة احسن. حاضر. وخرجوا يلعبوا في الجنينة فعلا، وأسيل بصت لتغريد بغضب. اوعي تفكري تزعقي مع حد من عيالنا مرة تانية، فاهمة؟ علشان وقتها هتشوفي مننا وش عمرك ما تحبي تشوفيه. وراحت مشيت من قدامها. الاقيها منين ولا منين؟ سمعت صوت حاجة اتكسرت، تصدم تغريد وتجري ناحية الصوت علشان تشوف ايه اللي اتكسر. شمس كانت ماسكة تحفة من التحف القيمة ووقعت منها. وقعت غصب عنها وقربت منها وهي متعصبة. انت عملتي ايه؟ انا اسفة بجد، بس حقيقي وقعت مني غصب عني والله، مش بايدي، انا اسفة ليكي.
انت عارفة دي بكام يا بهيمة؟ وانت كمان ما تعرفيش هي غالية عندي قوي ازاي؟ خلاص اسفة، من غير قصدي، حصل كده حقيقي. انت مش بني ادمة، انت واحدة فاشلة، وما اظنش انك ممكن تكوني عارفة دي بكام وحاجة اثرية ازاي. شمس تتضايق من كلامها وكانت واقفة في نص هدومها وهي دماغها عايزة تنزل. قربت دليدة وقفت ما بينهم. في ايه؟ وقعت التحفة دي، وايه يعني تعمل اللي هي عايزاه؟ انت ناسة ان الفيلا دي بقت بتاعتي؟ يعني اي حاجة تحصل فيها انا اللي اقرر إيه اللي يحصل. وبعدين حتى لو حد من اللي مني بوظوا اي حاجة فداهم. شوفي يا شموسة، حابة تكسري ايه كمان ونكسره مع بعض؟ وانت اوعي تاني مرة تزعلي اي حد موجود في بيتي، فاهمة؟ ولا اطلعي بره بقى يا حلوة لو مش عاجبك نظامي. التحفة دي غالية عندي. وايه يعني؟ هو انت بتعملي حساب للذكريات؟ ما اظنش. طب زي ما بوظت ذكريات ليه، ذكرياتك انت كمان طبيعة بوز. محدش بيعرف يعمل معاكم حق ولا باطل كده خالص، لاننا مع الحق فاكيد مش هتعرفي تاخدي قدامي ردة فعل. ما تزعليش يا شمس. لا يا دليدة عادي، مش زعلانة. تغريد قربت من دليدة وتتكلم بصوت واطي في ودن دليدة. افرحي لك كام يوم قبل ما نكد عليكي، ونكد يبدأ عليكي يا دليدة، لاني وقتها لا يمكن ارحمك. وانت عارفة تغريدة عاملة ازاي. خليكي مستمرة في افعالك، بس لما اردلك على افعالك دي ما تزعليش بقى، ماشي يا حلوة؟ بصت لها بثقة وقوة بتظهر لها فيها انها مش خايفة منها، وضحكت ببرود. ما بخافش، واوعي تفتكري اي تهديد من اللي عمالة تهددي بيهم دول ممكن يفرقوا معايا. تكوني غلطانة وانتي مش فاضية يخليكي تهددي خالص على فكرة. تعالي معايا يا شمس. خدت شمس ومشيت من قدامها، وكانت تغريدة عمالة تبص على طيف دليدة لحد ما تختفي. وكانت تغريدة عمالة تتوعد لدليدة من كل قلبها، والغل والكراهية مالية قلبها تجاه دليدة. ما تزعليش نفسك يا شمس، ولا تفكري في كلامها، عادي، قطعة ازاز واتكسرت مش اكتر من كده. بس شكلها غالي قوي فعلا، ما كانش قصدي والله. حتى لو قصدك ممتاز قوي، لانها اتضايقت وهي تستحق ده بصراحة. زعلي نفسك ليه يا عبيطة؟ انت تيجي نكسر كام حاجة انا وانت عشان نفسيتك ترتاح؟ ضحكت. لا خلاص مش للدرجة دي، تعالي بس كسريهم كلهم، ولو عايزة يكونوا على دماغها كمان تحت امرك. ضحكت عليها ويضحكوا كلهم وتفك شمس. واللحظات دليدة خافت من تهديدات تغريد وخوفها على اللي بطنها، لكن استجمعت قوتها عشان تقدر تكمل اللي هي بدأته. وقعدوا البنات مع بعض. بس طلعت جبانة على فكرة، هي عاملة نفسها قوية، لكن الست دي أقل حاجة تخوفها. عندك حق يا ليان، كفاية عليها كده ولا ايه يا بنات؟ كفاية ايه يا يارا؟ دي البداية بس مش أكتر. منكم لما تحطوا حد في دماغكم يا بنات، واحنا هنتوه عنك ولا ايه يا تمارا؟ ما هو ده الطبيعي بتاعنا كلنا، ولا نسيتي؟ لا طبعا انسى ايه، فاكرة قوي كمان. احنا يتخاف مننا بصراحة، وخصوصا ان كلنا بنستمد قوتنا من بعض، وده اللي بيخلينا دايما أقوياء، ان قوتنا واحدة وبنستمدها من بعض وبنقدر ننتصر في الآخر، ولا ايه؟ عندك حق يا تولين. وكانوا عمالين يتكلموا مع بعض ويشجعوا بعض بالكلام، ودليده كانت مبسوطه قوي بالدعم ده كله، وان البنات في ظهرها بالشكل ده. واسيل دخلت الاوضه بتاعه تغريد وفتحت الدولاب وطلعت فوطه من بتوع تغريد، وحطت تايه بنتها على السرير وبدات تغير لها وتنشف لها بالفوطه بتاعه تغريد. دخلت تغريد وتتصدم من المنظر. ايه ده؟ وعلى سريري؟ ايه يا ست في ايه؟ محسساني دخلت القسم معايا واحد؟ دي بنتي وبغير لها، وش معنى عندي وعلى سريري؟ تعالي غيري لها. طيب هطلع اجيب لها هدوم من فوق واجي. نعم. ايه، انزلك دليده ولا اجيب لك روز بالتعبان بتاعها؟ والمره دي ممكن ياكلك على لقمه واحده. لا خلاص هعمل اللي انت عايزاه. شطوره. وراحت خرجت اسيل وقربت تغريد ومش عارفه تعمل ايه ولا تشيل تيا ازاي، لكن وقتها تيا عملت عليها. مقرفه زي اللي جابك. رمت تيا على السرير ودخلت تجري على الحمام. ايه ده؟ مقرفين كلكم، مش هقدر اعيش كده، انا تعبت خلاص. ورجعت اسيل. ايه ده؟ هو ده اللي انا قلتلك عليه؟ خرجت تغريد من التواليت. بنتك عملتها عليا، عادي هتتكسي كده. ايه، هيجيلك هدوم جديده يعني؟ انتوا من عيلة الحديد ازاي؟ زي السكر في الشاي. وقربت من تيا. تعالي يا قلب مامي، مرتاحة لما عملتي كده؟ البنت صغيرة ومبسوطة فيكي. وخدت تيا وخرجت، وكانت تغريدة هتتجنن من كل اللي بيحصل ده، مش مستحملة خالص ومش عارفة تعمل ايه معاهم، وكانت عمالة تفكر. وفي المطبخ كانت دليدة واقفة تساعد سميحة. سميحة بصت لدليدة وهي مترددة تتكلم ولا لا، ودليدة خدت بالها. اتكلمي على طول يا دادا، عايزة تقولي ايه؟ كفاية كده على تغريد يا دليدة. ايه صعبت عليكي؟ انا مش زيها يا بنتي، عارفة، بس دي واحدة ظلمتك وجات عليكي ياما. سيبيني اخلص ربع اللي عملته معاكي انت وليل. كتر خيرك على كل اللي بتعمليه، بس تعرفي انا يا دليدة اوقات بكون حزينة ان انا قلبي ابيض. ليه؟ لان القلب الابيض حتى للي اذوه ما بيعرفش يأذيه، رغم ان في ايديهم يأذوه. عندك حق، قلبك ابيض ونضيفه يا دادا. تغريد اكتر واحده في الدنيا اذتني، ما اقدرش انسى كل اللي عملته فيا ولا عمري هسامحها. انا بسببها خسرت كل حاجه، روحي وحياتي وقلبي ونفسي. مش ناوي تحكي لي الحقيقه؟ اي حقيقه؟ حياتك يا دادا. سميحه بصت لها وعينيها مليانه حزن ووجع، وكأن في اللحظه دي تكون في عينيها كل الظلم اللي شافته وكل حاجه عاشتها. دادا انت كويسه؟ سميحه وقع من ايديها الكوبايه لما افتكرت هي اتعرضت لايه زمان لحد دلوقتي. مسكتها دليده. دادا. خرجت سميحة بسرعة من المطبخ والدموع في عينيها، ودليدة بصت لها بحزن. لا يا تغريد، لازم اجيب حقنا كلنا منك، انت وجعت كتير قوي. وفضلوا البنات يجننوا في تغريد، وكانت تغريد خلاص تعبت قوي ومش قادرة، ومال يلوم عليهم بشكل طبيعي وعايز من غير اي احداث ثانية. وتاني يوم في قصر الحديدي كانوا قاعدين الشباب كلهم مع بعض.
صدقوا يا شباب القصر هادي، هما مش موجودين. يا منتهى الاستجمام. فين تولين لو سمعتك يا حذيفه هتعمل منك كريب مشكل. اسكت يا يامن، وليه تذكر اسمها؟ هتيجي على السيره وهتاكلني. رن تليفون حذيفه لدرجه اتفزع. اجمد يا اسد، مش كده خالص، دي تولين. مش قلت لكم تيجي على السيره؟ طب رد يا سبع البرومبا، اللي يشوف وشك لما جاب الوان دلوقتي ما يشوفش وانت بتتكلم بكل ثقه. طب اخلص يا صقر. وفتح. الو يا حبيبتي. دلوقتي حبيبته لو عرفت اللي اتقال عليها. الواد ده بيقول ايه يا حذيفه؟ داوود عمال يكح. وراح حذيفه داس على رجله. اخرس يا جزمه. ضحكوا عليه. ايه يا روحي، مش ناوي ترجعي القصر وحش من غيري؟ من قلبك الكلام ده يا فوزي؟ من الاعماق كمان. كداب يا تولين، اوعي تصدقيه. يزن قال ايه؟ هو انت بتكتم الصوت ليه يا حذيفه؟ لا اصل كلهم جالهم برد جماعي. لا يا راجل، مش مصدقاني؟ اخس يا زوجتي. ماشي اللي اسمك جوزي. واتكلموا شويه قفلت معاه. بس تصدقوا اي نعم هم صداع، لكن كل حاجه عتمه وروز ما كانتش موجوده. فعلا يا اسر، تحس غيابهم كده عننا مأثر علينا حتى روحنا معاهم. بالظبط يا ادهم. واتكلموا الشباب مع بعض، وكانوا البنات وحشوهم قوي قوي. وعند سميحه وهي في اوضتها كانت ماسكه صورتها مع حسن يوم ما اتجوزوا، وبصت على الصوره. وحشتني قوي. دخلت دليده في الوقت ده، ومن التوتر وقعت الصوره من ايد سميحه تحت رجل دليده.